السلام عليكم محبي وعشاق الأهلي السعودي. أهلا وسهلا بكم من جديد مع أخبار جديدة عن نادي الأهلي السعودي. وقبل أن نبدأ بالفيديو لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد منا. أكد أيمن الرفاعي المستشار القانوني في حديثه لبرنامج في المرمى أن ما وقع بين اللاعبين جمال حركاس وإيفان توني يعد سلوكا غير رياضي ويخالف القيم الرياضية. وأشار الرفاعي إلى أن العقوبة التي قد يتعرض لها اللاعبان تتراوح بين الإيقاف لمباراة واحدة وفرض غرامة مالية قد تصل إلى 10,000 ريال بناء على تقدير اللجنة وحجم المخالفة المرتكبة. وكانت المباراة قد شهدت لقطات مثيرة بين اللاعبين، حيث بدأ حركاس وكأنه يحاول استفزاز توني بأسلوب ساخر، مما أدى إلى رد فعل من توني الذي صرخ في وجهه. كتب الإعلامي والناقد الرياضي وليد الفراج عبر حسابه الرسمي: الأهلي يملك من التاريخ والإنجازات والحضور والتأثير ما يجعله في مكانة مميزة في عالم كرة القدم. وأضاف الفراج: من المعيب أن يتم القول إن الإعجاب بالأهلي هو لمجرد النكاية بفريق آخر. هذا عيب، فالأهلي أعظم من أن يكون محط مقارنة أو نزاع. إنه يبقى رمزا للتميز والتاريخ، وما يحققه هذا الموسم هو نتيجة عمل شاق واحترافية تستحق الإشادة. أمر ضروري لإنقاذ موسم الأهلي. الفريق على أعتاب مرحلة حاسمة بعد مواجهة الرياض، 4 مباريات مفصلية تنتظر الأهلي، مواجهتان في دور 16 من البطولة الآسيوية وديربي جدة المرتقب، ثم لقاء القادسية. ومع ضغط الجدول يصبح تدوير اللاعبين خيارا فنيا منطقيا وضروعة للحفاظ على الجاهزية البدنية والذهنية وضمان الاستمرارية بنفس النسق العالي. المرحلة تتطلب إدارة ذكية للجهد قبل أي شيء، فلا مجال للمجازفة، والقرارات الفنية تبنى أولا على قراءة ضغط المباريات وكيفية عبورها بأفضل طريقة ممكنة. واصل السنغالي أدوارد مندي حارس مرمى أهل جدة تقديم العروض المثيرة مع الراقي هذا الموسم، وذلك بعدما قاده للانتصار أمام الرياض. أصبح إدوارد مندي أكثر حارس في تاريخ الأهلي يحافظ على نظافة شباكه في مسابقة دوري روشن، بعدما وصل عدد مبارياته بدون استقبال أهداف إلى 38 مباراة، وهو رقم استثنائي وضعه في مصاف أفضل الحراس في تاريخ النادي.